ادعي عليك بايه وانت فيك كل العبر؟ وساسونا ليها 15 سنه مش عارفه تكسبنا، على ايدك كسبونا. مكتوب لنا نتصدر اسبوع واحد، اسبوع واحد وننزل. يا اخي حرام عليك يا أخي. مباراه زي دي وفريق ما اتهزمش غير مباراتين بس في ملعبه، تلعب لي قصاده باسينسيو والابا، لعيبه ميته، لعيبه لا تصلح انها تلعب كرة اساسا. يا عم انت بتعمل فينا كده ليه؟ انا عايز افهم، فهمني لله. ونلعب ليه 4-4-2؟ ما احنا عندنا مهاجم ننزله يعمل لنا عمق هجومي. فريق مقفل قدامنا، نلعب عرضيات، يخطف له عرضية، يعمل أي حاجة. 4-4-2 دي مش هتبطلها يا عم الحاج؟ عرفتنا والله. منورين يا رجالة، مفهومش لاعب عنده لا روح ولا دم بربع جنيه. ايه القرف ده؟ ما ترحمونا شوية لله وتلعبوا كورة. مهزومين واللعيبة لا تبالي ولا حياة لمن تنادي. في ايه يا جدعان؟ ده احنا ريال مدريد. اتقوا الله فينا، اتقوا الله، اتقوا الله. ربنا يسامحك يا مسعود اوزيل، انت السبب في الكائن ده. انت اللي رشحته لريال مدريد وقلت ده خليفتي. خليفة مين؟ دي خليفة طين. دي خليفة تجيب العار. لا بيلتحم ولا بيباص زي الناس ولا بيعمل اي حاجة. ايه اللعيبة دي يا جدعان بجد؟ والله عايز افهم. اسمع حد برشلوني تاني بيتكلم عن التحكيم. الحكم ده اخر مباراة حكمها لينا طرد 3 لعيبة من ريال مدريد، والنهارده كل القرارات ضد ريال مدريد. حرام عليك يا اخي، في ايه والله بجد؟ يعني لا بتحسب فاولات لينا ولا اي حاجه، وضربه جزاء والله ما اعرف اذا كانت صح ولا غلط، مشكوك في امرها. ليه يا عم الحاج؟ والهدف التاني الله اعلم بقى اوف سايد ولا في ايه؟ بس في ايه يا جدعان؟ ما تجيبوا لنا حكام زي الناس، والله العظيم قرفنا.